اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ايوه كده هشمر عشان خاطر اشتغل بقى. يا صباح الخير، يا صباح السعاده والهنا وكل حاجه حلوه على عينيكم. انا بحبكم جدا جدا بامانه يعني والله. بحب القناه وبحب كل اللي معايا، بحبهم جدا جدا جدا. بقت القناه كده حاسه انها بقت جزء مني. وانتوا كمان جزء مني والله يعني، فربنا هو الاعلم. بقيت احس لو في يوم ما نزلتش فيديو او يعني قعدت كام يوم كده احس ان في حاجه ناقصاني. لو عجبكم بقى الفيديو او عجبتكم القناه، يلا بقى ايه، اشتراك وتفعيل جرس عشان اي حاجه جديده انزله يوصلكم على طول اشعار بيه، واللايك عشان ترفعي معايا الفيديو. ومعايا هنا طماطم، ومعايا هنا بصل، ومعايا هنا فلفل اخضر قطعتهم زي ما انتم شايفين كده، بنفس التقطيعه اللي شفتوها. وهنا بحط البهارات بتاعتي عليها اللي هي عباره عن ايه: فلفل اسمر، بصل بودر، توم بودر، بابريكا، السبع بهارات. اللهم صل على سيدنا محمد. هحط كمان ملح اهو. وهنا ده زي ما احنا متفقين حبهان على على حبهان على حبهان على ورق لورا مطحون. وحطيت كل البهارات الحلوة دي على بعضها، وبدأت أقلب بقى في الطماطم والبصل والفلفل اللي احنا مقطعينهم كده زي ما انتم شايفين شرايح كده مع بعضها، علشان خاطر ايه كله يتدبل وكله يشرب من التتبيله. معايا هنا بقى فراخ. الفراخ دي انا مقطعاها كده ومنضفاها ومظبطاها ومخليها زي الفل زي ما انتوا عارفين وزي ما بقول لكم. انا بغسلها ازاي؟ على طول بالخل وليمون ملح. اللهم صل على سيدنا محمد، خل وليمون وملح، وما شاء الله بخليها قشطه قشطه يعني. قطعتها ونقعتها وبعد كده صفيتها في المصفى زي ما انتوا شايفين. وبدات هنا بقى اجيبها وبدات احشي تحت الجلد من الخلطه الحلوه دي. بصوا اهي. بركن الفراخ اللي بحشيها اهي لحد ما اخلص بس اخر حته اهي معانا. بصوا انا بحشي تحت الجلد عشان تاخد مني ايه، تاخد وتدي. طبعا كنت شلت جزء من الخلطه عشان زي ما بقول لكم ايه ركنت كده، وبعدين بعد ما حشيت ابدا بقى ايه احط الباقي عليها. لو الارضيه محتاجه احط لها زي ما انتم شايفين كده. مش محتاجه دلوقتي هحط الباقي على ايه وش الفراخ. انا هنا بصوا ظبطتها اهي ورصيتها رصه كويسه. مش هحط عليها اي حاجه خالص، الفراخ دي مش هحط عليها اي حاجه خالص. كده انا خلصتها. حطيت باقي الخلطه على الفراخ وسبتها بقى كده مع نفسها. سبتها شويه يعني عارفين اللي هو ايه، تشرب من الطماطم وتشرب من التسبيك من الخلطه دي. هي هناك اهي. معايا بقى كان بصل ايه حلوين. طبعا انا كنت مقطعه البصل ده في الاول كده كله على بعضه. اللي خدت منه عملت للفراخ، والباقي ده هقطعه دلوقتي وهفرمه في الكبه. و... وانا ان شاء الله هعمل فيشه هنا جنبيكم هنا عشان افرم على طول حاجه قدامكم، عشان كل شويه اجيب المشترك ومش عارفه ايه. فرمت البصلايه زي ما انتم شايفين. جبت بقى قرن فلفل اخضر، قصدي احمر، على قرن فلفل اصفر. بعشق الفلفل الالوان ده، انا حقيقي بعشقه. يعني حتى بحطه على السلطه، بحطه على اي حاجه معرفش، بحسه كده في حاجه بتشد بصراحه يعني. المهم وهو كمان مفيد يعني، فانتي حطيه في اي حاجه عندك. قطعت البصل، قطعت الفلفل، وطبعا البصل مفروم كان عندي هنا اللهم بارك حوالي مثلا دول كيلو و350 جرام او كيلو وربع يعني لحمه مفرومه. كان الجزار لما فرمها هي طلعت كده يعني، ما سبحان الله طلعت كيلو وربع وزياده. الهنا والشفا. نزلت بيها على طول حته زبده. سيحتها ونزلت على طول باللحمة عليها وهي سخنة عشان تاخد الصدمة. نزلش معايا مية كتير. اديتها تشويحتين حلوين كويسين كده كويسين يعني. ورحت نازلة بقى بالبصل اللي احنا فارمينه في الكبة مع بعض، وبدأت اقلب في قلب البصل في قلب اللحمة زي ما انتوا كده شايفين قدامكم اهو. النار على الوسط عشان على العالي هتتحرق. هحط بقى بهاراتي عبارة عن ايه: ملح، فلفل اسمر، بابريكا اهي. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا قرفة يعني دي لازم لازم. وسبع بهارات، يبقى فلفل اسمر، قرفة، ملح، سبع بهارات، هما دول اللي انا حطيتهم على اللحمه. ما حطيتش حاجه تاني خالص. طبعا البابريكا بتديها اللون ده، بس انا برضو هقطع عليها كمان طماطمتين اهم كده ايه هيدوني هيعلوا التست بتاع اللحمه قوي قوي، ويدوها طعم حلو قوي. انا ما كانش صراحه كمان ما اكدبش عليكم، ما كانش عندي صلصه بطرمانات يعني. فما فيش صلصه بطرمانات، لا نتصرف.
كمان انا بعد ما حطيت الثلاث طماطمات دول حسيتهم قليلين شويه، رحت جايبه واحدتين صغيرين تاني ورحت بشرهم بقى في المبشره، على طول على المبشره في اللحمه يعني، عشان كمان يدوني لون حلو ويدوني طعم حلو. يعني ما اعتمدتش على الثلاث طماطمات دول بس. بصوا حتى هتلاقوها جوسي شويه كده بعد ما عملت بعد ما عملت عليها الطماطمتين التانيين، بعد ما خدت ايه يعني ايه تشويحه تمام تمام كده بالطماطم وبكله وبالبهارات، نزلت بقى بالفلفل الالوان وبدات ايه وهسبتها على نار واطيه او نار هاديه. وهنا خلاص كانت الفراخ عندي، قلت خلاص كفايه عليها كده، اتشربت خلاص من التتبيله بتاعتها. غطيتها بقى بالفويل، غطيتها كويس قوي، وهولع الفرن وادخلها فيه على ارضيه الفرن الاول على نار عاليه. اول ما ابتدي اسمعها كده بتغلي، بتتكتك وتغلي كده، او على طول رافعاها على الفوق على الرف اللي فوق، موطيه بقى الفرن شويه، واسيبها كده مع نفسها، هتطلع معاكي زبده مش فراخ، زبده. اللحمه هناك اهي، طبعا انا ايدي فيها زي ما انتم شايفين، الحله اللي في ولعت العين اللي في النص وحطيت عليها ميه، وهنا بقى ايه حطيت 6 معالق زبده على 6 معالق دقيق، وبدات هنا احمص بقى الدقيق في قلب الزبده. يعني انت لازم تحمصي الدقيق كويس في قلب الزبده عشان الدقيق يبقى مستوي، ما يديكيش طعم الدقيق في الاكل. وهنا اللهم بارك ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، كان عندي هنا اللبن البلدي ده. بصوا انا كنت يا دوب غالياه، لسه كنت غالياه من شويه قبل ما اشتغل على طول في الاكل، وكان ما شاء الله عمل قشطه. نزلت باللبن على طول على الزبده والدقيق، وعليهم رشه الملح ورشه الفلفل، وتقلوا معايا. بصوا بقى ما شاء الله بالقوام ده اللي انتوا شايفينه اهو. خلاص كده خلاص شكرا. مش هحط لها حاجه تانية عشان ما شاء الله اللبن نفسه غني. يعني اللبن اللهم بارك جاي كمان تقيل يعني، فمش محتاجة لا زبدة ولا مش محتاجة لا قشطة ولا كريمة لباني ولا أي حاجة خالص. هنا بقى شوية السلطة اللي هعملهم كده زي ما انتوا شايفين اهم. هنا بقى بطرمان، احنا اتفقنا بالفيديو اللي فات. دي الخضرة اللي انا بشتغل بيها ما شاء الله اللهم بارك. بصوا عاملة ازاي، انا عايز يعني ايه، بصوا انا بوريها لكم اهي. احتفظي بيها في التلاجة في قلب البطرمان كده زي ما انا عاملاها، ما شاء الله تقعد معاكي بالاكتر من 10 ايام، وتطلعي منها كل يوم وتشتغلي، ولا ايه ولا انك ايه ولا الحيرة يعني. عملت شوية السلطة زي ما انتوا شايفين، وقطعت عليهم كمان، قلت اقطع بقى البصلاية، احنا كنا خلاص ايه كنت طبعا الفراخ في الفرن. وما فيش حاجة عندي تاني خالص انا هعملها يعني لسه ايه وكنت سلقت المكرونة، المية اللي انا كنت حطها دي كانت للمكرونة. كنت سلقت كمان المكرونة، او المكرونة بتتسلق كده دلوقتي على النار، وانا شغالة في البطاطس وشغالة في السلطة. خلصت السلطة وشلتها طبعا، بس ما عصرتش الليمون، الليمون اخر حاجة، هو والملح والبهارات اللي هحطها عليها. حطيتها بقى ايه، ركنتها كده بره التلاجة، ما اكدبش عليكم لان الجو ساقع، احطها في التلاجة هتطلع مسقعة قوي. قلت لا خليها بره كده كده، ايه الاكل مش محتاج انه يبقى ايه السلطة ساقعة قوي. ورحت جايبه البطاطس قشرتها وقطعتها كده. جهزت الحاجات اللي هي الايه اللي هي الجانبيه. المكرونه كانت استوت وكنت صفيتها زي ما شفتوا. رجعتها تاني بقى في الحله، وهنا الصينيه دي اللهم بارك الكبيره دي، يعني دي اكبر صينيه عندي. ومعايا هنا بقى ايه جبنه الموتزاريلا. اللهم صل على سيدنا محمد. هاخد بقى كام كبشه كده حلوين من البشاميل التحفه ده. القوام بتاعه رهيب رهيب بجد، وكان طعمه حلو قوي 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 في المكرونه. قلبت المكرونه بكم كبشه البشاميل اللي حطيتها. وبعدين جبت بقى الصينيه، بطنت الصينيه بايه كمان بكبشه بشاميل اهي زي ما انتوا كده شايفين اهو. خلاص كده خلاص كده زي الفل. هنزل بقى بالنص كمية. بصوا يعني ايه، انا مش بحبها تخينة قوي المكرونة، فانا مش هخليها تخينة. وبعدين ما شاء الله الصينية دي كمان كبيرة، يعني الصينية دي ما شاء الله اكبر صينية في الطقم، فهي ما شاء الله اللهم بارك كبيرة. المهم خدت هنا الرق الاولاني من المكرونة اهو. يعني خليه، ما تخليهوش تخين قوي، ما تخليش المكرونه قطعه المكرونه عاليه قوي وتخينه كده، عشان تبقى حلوه يعني، عارفين يبقى ايه طعمها حلو، اللحمه باينه فيها، البشاميل اللي باين فيها كده يعني. خدت بقى من اللحمه، شوفوا اللحمه شكلها عامل ازاي، اللهم بارك، تحفه 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 يعني، اللهم بارك بجد يعني. خدت من اللحمه هنا، وبدات بقى احط بقى على المكرونه، وايه واظبط كده واوزع اللحمه كويس كده. بصوا الجزء اللي معلوش انا بجيب له تاني لحمه اهو واحطها.
يعني اللحمه اللهم بارك كميتها كويسه. وخدت هنا شويه بقى جبنه موتزاريلا وحطيتهم على اللحمه عشان يبقوا في وسط الايه، في وسط صينيه المكرونه. تيجي كده اما تيجي تقطمي، يعني تاخدي القطعه كده او تقطعيها كده وتاكلي، تحسي الجبنه من قلبها ومن بره، يعني هتشوفوا دلوقتي. استنى. خلصت هنا الرق الاولاني، هنزل بقى بالرق التاني اهو. طبعا هي مش هتاخد، ده كان كيلو مكرونه، هي مش هتاخد الكيلو طبعا كله. هي ما شاء الله خدت حوالي مثلا قولي 700 جرام، 650 في لا 700 جرام مثلا مكرونه بس. وخلصت هنا، ظبطت الرق التاني اهو. وبعدين هنزل بقى ببقيه الجبنه على الرق. انا مش هحط الجبنه يا جماعه فوق البشاميل خالص، لانه ما بيعجبنيش لما بحطه فوق البشاميل بصراحه، ما اكدبش عليكم. بدخلها الفرن، الاقيه شد كده، والجبنه تشد وتنشف. هو المفروض لو انت عايزه كده تدخلي البشاميل، تدخلي صينيه المكرونه الاول تسخن وتستوي وكده، وما تطلع، قومي حاطه عليها رشه الجبنه وسيحيها. لكن انا بيني وبينكم كنت مستعجله كمان، عشان كانوا اللي جاي يعني كانوا اللي عندي جعانين، وعماله تقول لي هو الاكل ما خلص، الاكل ما قلت لها حاضر والله 10 دقايق يكون الاكل خلص باذن الله. بصوا بقى اللهم بارك البشاميل عامل ازاي، كريمه كريمه بسم الله ما شاء الله. بصوا تحفه بجد يعني. يعني غرقي بقى غرقي، بصي غرقي وما تستخسريش اهو، ما تستخسريش. منديل بس، اجيب منديل امسح اللي على الحروف ده عشان خاطر ما يحرقش معايا بس في الفرن. يعني هيروح محروق كده وعامل شكل كده مش حلو. دي خلصت. طبعا زي ما قلت لكم خدت حوالي 700 جرام، كان عندي هنا وفي هنا طاجن كمان هعمله اهو. نفس النظام برضو، بطنته ببشاميل وحطيت نصه مكرونه، واحط هنا برضو شويه جبنه كده في قلبيها عشان يبقى برضو طعمه من جوه كده حلو. ونفس برضو الحكايه، هحط بقى اللحمه واوزعها. عايزه اقول لكم ان اللحمه دي كان عندي لحمه كمان معصجه في التلاجة، فبعد ما دي اتعصجت جبت دي على دي وحطيتهم، قلت عشان يبقى كله مع بعض، واللي يتبقى هروح شايلاه في التلاجة تاني وابقى استعمله في اي حاجه تانية. هنا بقى بقيه الجبنه كانت خلاص، الجبنه دي كده خلصت اهي، دي بقيتها احطها كده برضو زي التانية بالظبط. وبصوا بقى بسم الله ما شاء الله، بصوا البشاميل تحفة ازاي، اللهم بارك. طبعا مش هرمي منه حاجة، ارمي منه حاجة هنهزر. جبت الاسباتولا بقى وبدأت هنا انزل بقى في الباقي على الصينية، عشان كان ما شاء الله برضو الطاجن كانت ملا كده، فمش هحط عليه حاجة تاني. خلاص كده انا خلصت البشاميل يعتبر. هجيب بقى بيضاية واكسرها واحط عليها شوية ملح على شوية فلفل اسمر، عشان طبعا ما يبقاش فيها زفارة. وهديها اضربها ضربة كده متينة كويسة، واللهم صل على سيدنا محمد. اوزعها بقى على المكرونة. انا اوزعها على المكرونة تديني شكل حلو قوي، وفي نفس الوقت كده كده تحت البشاميل نفسه الجبنة، فهي هتديكي طعم حلو. يعني هي تديكي، كانت حلوة جدا وكانت جوسي وجميلة وما شاء الله اللهم بارك. يعني اللهم بارك فعلا، عجبتهم كلهم جدا يعني. بألف هنا يا رب، بألف هنا للي كل، وبألف هنا للي هيعمل، وبإذن الله يعني ياكل بإذن الله. وزعت هنا زي ما شفتوا هنا هنا وهنا وزعته اهو. دخلتها بقى طبعا على ارضيه الفرن، مجرد ما غليت كده من الجوانب طلعتها على طول على على الصاج بتاع الفرن من فوق. وبعديها سبتها حوالي 10 دقايق وولعت الشوايه، وكان الاكل هنا ما شاء الله كان كده الاكل خلص. وكانت الفراخ كمان كانت خلصت، وبسم الله والله اكبر، ما احتاجتش حتى ان انا احطها تحت الشوايه. متخيلين؟ بصوا المكرونه شكلها عملت السلطه وغرفتها، وادي المكرونه خلصت اهي، والفراخ اللهم بارك. بصوا انا هوريها لكم اهي كمان. بصوا ما شاء الله، ما احتاجتش ان انا احطها تحت الشوايه، يعني الفرن الله اكبر خلاها كلها زي ما شفتوها كده. لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك في القناه وفعلي زر الجرس عشان اي جديد انا انزله على طول يوصلك اشعار بيه. وما تنسيش اللايك عشان ترفعي معايا الفيديو وقولي لي ايه رايك. واشوفكم على خير باذن الله، وسعاده وسلامه، وباي باي.